هو تجسيد فعلي لمسار إصلاحي طموح يهدف إلى تنظيم وتأهيل هذه المهنة وفق أسس واضحة ومعايير دقيقة تضمن جودة الخدمات الاجتماعية وتحقيق الكفاءة والاحترافية في الأداء. المغرب بشكل شمولي وإحداث هيئات للحكامة ونظم معيارية بمواصفات تقنية عالية، خاصة نظام تسليم الاعتماد لمزاولة مهن العمل الاجتماعي ونظام تثمين مكتسبات الخبرة المهنية لغير الحاصلين على الشواهد العلمية في المجال، والتي ستشكل قفزة نوعية على اعتبار موازاتها للمعايير الدولية التي التزمت بها كثير مشروع الحماية الاجتماعية، وكذلك الحاجة إلى إنهاء هذا الشرع الاجتماعي الذي تم الاعتراف به عن طريق هذا القانون. والسيد طارق الطيب فليتفضل مشكورا. السيد محمد فرحي فليتفضل مشكورا. به عند رؤية طلبتنا وطالباتنا في هذا المعهد والصورة التي يعطيها كل هؤلاء لطلبة المعهد الوطني للعمل الاجتماعي على المستوى الوطني. شكرا لكم.